في الرد على شبهتين من شأنهما تخدير الأمة. في حديث منسوب عنه عليه الصلاة والسلام يقول: إذا هاجت عليكم الفتن فعليكم باليمن، الإيمان يمان والحكمة يمانية. فقال أحد الصحابة: إذا هاجت في اليمن، فقال عليه الصلاة والسلام: سيطفئها الله. هذا الحديث هل هو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام؟ هل ورد؟ أما حديث إذا هاجت الفتن فهذا ليس بصحيح. يعني هذا الذي حصل في اليمن أيضا حصل في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما خرجت فتنة الردة. الأسود العنسي أين كان؟ في اليمن. الحقيقة هذه المسألة بودي أن أطيل فيها، لكن الآن الوقت يبدو أنه ضيق، لأن هناك بعض القضايا الأساسية في مواضيع الأحاديث الضعيفة. هل تؤيدون نشرها؟ لا يجب على إخواننا، نعم يجب على إخواننا أن يكفوا عن نشر مثل هذه الأحاديث، ولا يجوز لأحد أن ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها مما يسرع في نشره إلا بعد أن يتثبت من بعض طلبة العلم المتخصصين في الحديث.